ازاي اخلي نفسي مش محتاجة حد في حياتي؟ انا موقفة سعادتي على وجود شخص في حياتي اللي هو مش هفرح الا لما اتجوز مثلا. هنا تشوه كبير جدا اللي هو all or nothing، او اللي هو يا كله يا مفيش. يا اما اخد اللي انا عايزاه او اللي انا عايزه بالشكل اللي انا عايزه، يا اما انا مش هاخد اي حاجة خالص. فده فكر ساذج جدا وبسيط جدا، ما ينفعش ان اي بني ادم يعيش بيه. لانه انت ممكن تجمعي ما بين الاتنين، انت ممكن تفضلي سعيدة وتعيش حياتك وتتبسطي بكل حاجة موجودة في حياتك لحد ما تتجوزي وتتبسطي اكتر. فهي دي النقطه اللي انت محتاجه تعلميها لنفسك. انت مش محتاجه تحزني وتكتئبي وترفضي اي سعاده على اساس ان ده كده هيخلي الدنيا تجتمع عشان تصالحك وتقول لك خلاص بقى بلاش تزعلي، الزوج المثالي اهو. مفيش الكلام ده، ما في فوق حاجات تانية كتيرة ممتعة في الحياة زائد الجواز. وده مش هيخليك ان انت تستغني عن حد، بالعكس هتبقي محتاجة الاتنين.